جيت نزلت وبلعت غيظي وقلت معلش، يمكن ضغوط الفرح، يمكن تعب. اتجوزت ومن أول يوم الحياة خدت مسار تاني خالص. حماية ربنا يسامحه يرن الجرس الصبح: يا أحمد يلا يا ابني انزلوا ناكل سوا. كنت بنزل مع أحمد وأنا مستغربة، هو إيه اللي بيحصل؟ أنا عندي أكل كتير في التلاجة، أهلي جايبينه ومجهزينه. تاني يوم نفس السيناريو: يلا يا أحمد أنا عازمكم على أكل جاهز. تالت يوم المصيبة الكبيرة: يلا يا أحمد نزل مراتك تعمل الأكل مع أمك. هي دي كانت الخطة كلها، إن رجلي تيجي عندهم تحت وأبقى تحت عنيهم. عشت شهرين في بيت حماتي، شهرين شفت فيهم أيام عمري ما كنت أتخيلها. كنت أصحى الصبح ألاقي الأكل بتاعي أنا فول وطعمية، أهلي كانوا جايبين لحم وبط وكوارع، كانت حماتي تاخدها وتخليني أنا اللي أعملها عشان تاكل هي وبناتها. تيجي ساعة الغدا تقول يا أنا وصابرين يلا بينا ناكل، يقوم حماية يقول لها لا انتي تعالي كلي، أنا معرفش آكل من غيرك. وأنا أقعد أتفرج عليهم وجوزي في الشغل. بعد ما يخلصوا أكل ألاقي نفسي في المطبخ أغسل المواعين، وتقولي بناتي ضيوف يقفلوا على نفسهم الأوضة، انتي اللي تعملي كل حاجة. يا جماعة أنا طول عمري غلبانة ومليش في الرد، كنت بسكت وأنفذ. يا خبر أبيض، سكت على إيه؟ سكت على إهانة كرامتي، سكت وأنا مكاني عالي في بيتنا ووالدتي ما كانتش بتشيلني طبق. تفتكروا ده كان آخر الإهانة؟ اللي حصل بعد كده كان أصعب بكتير، ما تفوتوش الجزء اللي جاي.